مسافره دوله من دول احلامي. تعالوا اوريكم بقى ايه الحاجات اللي انا اخدتها معايا وانا مسافره. بصوا يا جماعه، هاتوا ترافل سايز من كوريان سكين كير، حجمهم حلو قوي، تقدروا تاخدوهم وانتم مسافرين، وتقدروا اصلا تقرروا اذا كان المنتج ده هيكون عاجبكم ولا لا. دول موجودين برده على يس ستايل. الغسول بتاع سكالون او 4 والكلينسنج اويل، واخدت طبعا السنتيلا امبول ده عشان لو حصل لي اي مشاكل في حاجز البشره. بصوا ده الترتر امبول، الاشهر حاجه موجوده، لقيت سعره تحفه، فده اللي خلاني اجيب ده. قلت اجربه، لو عجبني اجيب منه الحجم الكبير. الاي كريم الاكني سبوت تريتمنت ده، قلت عشان طلعت لي حبايه او حاجه بدل ما اخد الساليسيليك اسيد، لان انا بلاقي ساليسيليك اسيد كبير قوي. اللاش سيرم، وطبعا اخدت المرطب بتاع بايريك ده، انا جبته هنا واحد جديد. بصوا بقى، علشان انا ما كانش معايا وزن تمام، ومش عايزه اخد الحاجات بحجمها الكبير، الحاجات دي اشتريتها اللي انا احط فيها منتجات من عندي، وصراحه انا استخدمتها لحاجات الشعر بس. حطيت هنا شويه من الشامبو، وحطيت هنا شويه من الهير ماسك. اخدت الهاند كريم ده كنت لسه جايباه من على يس ستايل. وطبعا ما اقدرش مش يا جماعه من غير الميكسون بين اسنس، من اكتر الحاجات اللي انا بحبها، بتدي ترطيب عميق للبشره. اخدت الاثنين سان سكرين دول من سكين 104، ده خلاص فاضل فيه حبه صغيرين. واخدت السان سكرين ستيك علشان اعمل بيه ابلكيشن بره واجد بيه الشمس بطريقه سهله، من غير بقى اكون واخده معايا سبراي، او ان انا اكون شايله هم مثلا الكريم هعرف ادمجه ولا لا. اكيد الجو هيكون مختلف، فلازم يبقى فيه شويه حاجات كده ايه تحافظ على الترطيب. انتوا عارفين ان ده ترطيب تديكي نضاره. اول حاجه يا جماعه اخدت الماسك ده بتاع ميديكيور، واخدت كمان البايولانس اللي هو الهيدروجين ماسك. ما اخدتش معايا اي مقشرات علشان مش عايزه يحصل جفاف زياده في بشرتي مع الجو البارد في الدول اللي انا هكون فيها. وبس كده، قولوا لي بقى في الكومنتات تفتكروا انا فين.